I just wanna do. ازيكم يا اخواتي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بص يا اسطى، انا جايلك النهارده بحاجه طرش. طريقه فك الانتهاج المشدد اللي الناس كلها عماله تفك بيها الايام دي بسبب اللي انا طلعتها لحد والحد ده نشرها. بص يا عم، اول حاجه كده انا هفك رقمين معاك في الفيديو، بس معيش ارقام مصريه، هفك ارقام إيه اللي هو امريكيه. فبص يا اسطى، اللي هو الرقمين كانوا بتوعي وطاروا، فانا عايز ارجعهم. فرقمين واخدين مشدد، اقسم بالله مشدد. فبص يا اسطى، انت الطريقه دي لازم تسمع الفيديو للاخر، ووعد مني رقمك هيتفك، واسال اي حد. تمام. اول حاجه بقى يا اسطى ندخل على المفكره. بص بقى، صلي على النبي. انت اول حاجه هتحط الجمالات دي هنا. فين يا عم البوب؟ قول لي بقى واحده واحده. تمام، ادي الرساله اللي هنفك بيها كده كده، لان هنفك رقمين. تعمل انشاء. تمام يا اسطى، تمام. اهو هتعمل هتحط الجمالات دي، حط الجمالات اللي هما الخمسة دول طبعا. طب الموضوع يا عم الباب، هتاخد لماذا لم يتم رفع الحظر عن رقمي وهتحطها، هتكتبها هنا. بس انت طبعا هتعملها نسخ. لماذا لم يتم رفع الحظر عن رقمي، وهتقوم باعت. تمام. هيرد عليك في بعدها بدقيقة على طول. تمام. اهو، تعالى كده نشوف. بص يا عم، ادي الرسالة انا بعتها الساعة 10:09. تمام، هما ردوا عليا في ساعتها اصلا، ولا بعتها امتى؟ ثانية واحدة. بعتها 10:08، ورد عليا 10:09. بص يا اسطى، انت الرسالة دي عشان تفك رقمك في ساعتها، انت لو رقمك واخد انتهاك مشدد هتعمل ايه؟ هعمل 5 جيميلات ونفس الطريقة. بس لما يقولوا لك، بص بقى، هيرد عليك يقول لك ايه؟ ثانية واحدة، يفتح: مرحبا، شكرا على رسالتك، نتفهم انك قد لا يمكنك الوصول الى الواتساب. الاصرار على طلبك يرجى فتح الواتساب وادخال رقم هاتفك. انت مش هتعمل كده، انت هتسيب الرسالة اللي بعتها لك دي ساعتين، ما تردش عليهم ولا تعمل رد ولا رد على كله ولا اعادة توجيه. هتسيب الرسالة كأنك ما شفتهاش، سيبها ساعتين. تمام. لو رقمك انت خايف الله يطير، انت هتعملها طبعا وتسيبها عندك في اي وقت انت هتبعت، هتفك في ساعتها. بس اهم حاجه الرساله تسيبها ساعتين، الخمس جيميلات لو اضطر انتك مشدد. وبعد الساعتين هتيجي تعمل رد على الكل زي ما هتشوف دلوقتي. بص يا اسطى، الرقم ده طاير، يعني انا اوريك في الفيديو افك معاك رقمين. تمام. وجهازه عشان الشغل اللي جاي تقيل. بص يا اسطى، ادي الرقم امريكي طاير اهو. تمام. اهو يا اسطى، هناخد سكرين شوت. تمام. ونطلع على الجيميل، نعمل كده لصق. ثانية واحدة يحمل بس. هو شكله علق. ثانية واحدة، هوبا، نعمل الجيميل تاني، نعمل رد على الكل. اهو حمل. تحط لصق. هتعمل ايه بقى؟ هنحط هنا قوس، وهنا طبعا انا سايب لك كل حاجة دي في الملف. قوس وابعت الرسالة. بص، جري الانتصال، تم الارسال. تعالى كده نشوف الرقم. انا قدامك الرقم كان محظور، عشان ما ترجعش تقول لي يا بوب انت فايق، انا مش عارف الفيديو. تمام. لازم نحط الرقم اهو. الرقم اهو، تم الحظر، فك في ثانية، او تعديل او تم. وبعد كده في ثانية يا اسطى. طب يا بوب انا مش مصدقك، عايزك تفك رقم كمان، هوريك الرقم كمان. بص يا اسطى، هما بعتولنا الرد دلوقتي، هنعمل كده ريفرش تاني. تمام. هو دي اما عمال بيوصلك الرد اهو، رد علينا، يعني ما كدبتش عليك. مرحبا، شكرا على رسالتك، اهو اللي يدل اللي هو انتهى. تم حظر حسابك لانك تستخدم اصدار غير رسمي. تمام. مش وغير معتمد من تطبيق الواتساب.
ادي اول رقم. تمام، انا كده ثبت لك. ثانيه واحده، خش على التاني رقم. فين يا عم البوب؟ في المفكره. ادي اول رقم اللي احنا فكيناه، التاني اللي هنفكه اهو. نيجي ناخد الرقم كده كده بالقوسين، بالقوسين، انا اسف، انا عملت ايه يا نهار اسود. تيجي تاخده بالقوسين كده، نسخ، ونروح على واتساب. ما ايه اسمها ايه دي؟ اعمال. نقوم عاملين كده لصق. تمام، تم حظره من استخدام الواتساب اهو. تم حظره من استخدام الواتساب. نعمل سكرين شوت تاني ونروح على الجيميل. تمام، عشان بوب مش هيضحك عليكم. نعمل رد على الكل برضه بعدين من 10 ل7 دقايق، يعني عدى الساعتين. تمام، تقوم عامل ايه بقى يا اسطى؟ باعت هوبا. يلا نروح على الرقم بسرعة، نروح على الرقم بسرعة عشان بص بقى الرقم ايه. يعني كده الرقم ايه يا اسطى؟ ايه الحق، تم حظر اهو. اهو بص كده، وين بص كده تاني لسه. ايه ثانية واحدة، رقم فك. الرقم فك. يس مش هكدب عليك، انا جاي لك بطريقه الطرش ما حصلش. نصيحه مني يا اسطى، وقسما بالله الطريقه دي جامده فشخ. تمام، ومش اي حد يعرفها. تمام اهو تاني، تعالى بقى نرد كده تشوف اهو. بص ده بقى رد غير الرد التاني عشان ما تقوليش انت مفيك والرقم مش عارف ايه. مرحبا، شكرا على رسالتك، قد تم حظر حسابك على الواتساب حيث رصدنا نظمنا النشاط حسابك انتاج شروط الخدمة لدينا. بعد مراجعة نشاط حسابك أذلنا الحظر عنه، ويمكنك الآن الوصول إلى الواتساب واستخدامه. يعني الرقم اشتغل. تمام يا اسطى، كل اللي طالبه منك ايه؟ اللي انت تدوس لايك، تعمل اشتراك، وتكتب لي تعليق كده منك حلو، حمسني. ووعد مني يا اسطى انزلك طرق تانية جديدة فشخ مش مع حد، وطرق حظر كل يوم تاني لو عايز. بس انا راجع لك بطرق بنت وسخة، سامعني في الكلمة دي؟ يعني طرق جامدة، الطرق دي جامدة، بس اهدى عليا. وبص يا اسطى، وعد مني خليك تكسر المجال. وكده تكون خلصت الفيديو. وطالب منك حاجة، صح انا نسيت، اللي تليفونه هو يا اسطى ما بيعرفش يفك. بص يا اسطى، انت طبعا عندك امك او ابوك او اخوك او اختك، انا اسف في اللفظ، عندك البرنامج ميل ده. انت بتدخل يا اسطى بتحط الجيميل بتاعك. تمام اهو، اوريك برضو بتحط الجيميل بتاعك عادي. تمام يا حبي، عشان يا اسطى انا قلت هكسر الدنيا، انا هكسر لكم الدنيا. هتقول لي هعمل ايه يا بوب؟ اما هو بعت له، هتعمل كده يا اسطى، وهتعمل اللي هي ثانية. اول واحده دي كونفرس ايميل. تمام، هتعمل كده، هتكتب تو، هتحط برضو المواضيع، هتحط اللي هو الجيميلات، وهتحط في سبجكت اللي هو الموضوع ده، لماذا لم يتم رفع الحظر عن رقمي، وتحطها وتقوم باعت. بعدها بساعتين برضو هتقوم رادد، هيفك الرقم ساعتها. عيب منك، انا وريتك في الفيديو رقمين، فاهم يعني ايه رقمين؟ بس كده اكون خلصت الفيديو معاكم، وسلام يا حبايب قلبي.